السلام عليكم. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في لقاء جديد. موعد مباراة الزمالك القادمة وبيراميدز بالدور الممتاز والقناة الناقلة. أغلق الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الكولومبي أوسوريو صفحة مباراة نادي أرتا سولار الجيبوتي التي أقيمت عصر السبت الماضي على ملعب عزم بتنزانيا ضمن منافسات ذهاب دور 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وذلك من أجل الاستعداد لخوض منافسات النسخة الجديدة من الدور المصري. وسيشهد الدور المصري في أولى جولاته مباراة شرسة بين نادي الزمالك ونادي بيراميدز، كما يتواجهان أيضا في نوفمبر القادم في نصف نهائي كأس مصر 2023. وتطمح جماهير الفارس الأبيض في تحقيق المزيد من الانتصارات والبطولات خلال الفترة القادمة، خاصة بعد خسارة نادي الزمالك عصر السبت الماضي من نادي أرتا سولار الجيبوتي بهدفين دون رد على ملعب عزم بتنزانيا في ذهاب دور 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. وحدد الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الكولومبي كارلوس أوسوريو يوم 30 من سبتمبر الجاري موعدا للقاء نادي أرتا سولار بطل جيبوتي في إياب دور 32 لبطولة كأس الكونفدرالية. وطلب الجهاز الفني لنادي الزمالك من اللاعبين غلق ملف الكونفدرالية بشكل مؤقت والتركيز في مباراة نادي بيراميدز المقرر لها الخميس القادم في افتتاح مشوار الفريق بالدور الممتاز، بحثا عن استعادة الانتصارات بعدما خسر الفارس الأبيض من نظيره أرتا سولار الجيبوتي بهدفين دون رد على ملعب عزم بتنزانيا في ذهاب دور 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. على الجانب الآخر تعادل فريق نادي بيراميدز مع نادي الجيش الرواندي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد الماضي باستاد بيلي كيجالي في ذهاب دور 32 من بطولة دور أبطال إفريقيا. ومن المنتظر أن يحسم نادي بيراميدز تأهله في لقاء الإياب بالقاهرة نهاية شهر سبتمبر الجاري. وصرح محمد ناجي جدو المدرب المساعد لفريق بيراميدز بعد المباراة: النتيجة مرضية للغاية بالنسبة لنا، ونتمنى أن نحسم النتيجة في مباراة العودة ونصعد لدور المجموعات، وسنغلق في الفترة القادمة صفحة إفريقيا ونستعد بقوة للقاء الزمالك في الدور المصري، لأن من المهم أن ننطلق بقوة في بداية الدوري. ويبدأ نادي الزمالك رحلة استعادة التتويج بالدور المصري من خلال مواجهة نادي بيراميدز بالجولة الأولى للمسابقة، حيث توج النادي الأهلي ببطولة الدور المصري خلال الموسم الماضي تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولار، وذلك بعدما غاب اللقب في آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك. وعقب منافسة قوية مع نادي بيراميدز، بينما حل نادي الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدور المصري خلال الموسم الماضي، وجاء نادي فيوتشر رابعا. ويستعد نادي الزمالك لمواجهة مستضيفه نادي بيراميدز في المباراة المقرر لها 7 مساء الخميس القادم باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدور المصري الجديد 2024. وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة نادي الزمالك ونادي بيراميدز في الدور المصري في وجود استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية. شكرا على حسن مشاهدتكم، تمنياتي لكم بمشاهدة ممتعة، وإلى لقاء آخر.